طبعا هي دوله، لان هو اسكندريه فيها كل القطاعات، المنوفيه فيها كل القطاعات، صناعه وزراعه وثقافه وسياحه، فهي دوله مصغره زي سياده الرئيس ما قال. هي رئاسه دوله، الاجراءات الوقائيه اللي كان للدعم وكذا وكذا. اللواء عادل لبيب جه بعد كده لما في طبعا اختيار من المهندس محلب. بيسالوا عليا اسلوب الاداره بتاعي، عندي مواعيد مكتب مفتوح، يخش لي اي حد، عامل، الناس، رئيس شركه، مدير، اي حد اهلا وسهلا، بس يكون في المواعيد اللي احنا ارتبطنا فيها عشان ولكن اختلاف وجهات النظر كيف يتعامل وكيف يرى الاستاذ هاني المسيري محافظ الاسكندريه. اول ما حلفت القسم شفت 2 أو 3 قنابل مش عارف ايه الكلام ده كله، وسالت امبارح مدير الامن الحقيقه طمأني جدا ان احنا وضعنا احسن من مليون مكان من القاهره ومن الجيزه. خدوا بالكم احنا محدودين، المداخل بتاعتنا محدوده، معروف ايه في الشرق ومعروف ايه في الغرب وعلى الشمال والجنوب، سهله الحدود. في الجيزه دي مثلا مفتوحه طبعا خالص على البحر يعني. فلا احنا وضعنا احسن من غير. بس ارجوك لما نيجي نقول اي حد يقول اي احصائيه يجيب لو سمحت الارقام. احنا مثلا في خلال ال3 اشهر الاولانيين حصل 5 فرقعات، في خلال 3 اشهر حصل 2 او حصل 10، اذا في زياده. بس يعني عشان نبقى واضحين. بالنسبه للامن الحقيقه انا مطمن. اسكندرانيه يا جدعان بين تواصل الاعمال واستمراريتها، والعالم بيتبني على كده، استراتيجيه كامله والناس ماشيه وراها. اسكندريه اقول بتعبير حضرتك نظيفه مقارنه باي مكان، انظف من اي مكان. انا مش شايف زباله، مش شايف كده يعني. فقلت له معلش هو العقل الجامعي ممكن يصنع كده، لكن هجاوب. ده اول جزء. الجزء الثاني انه كان سيادته بيجي كل اسبوع مره، فبيقول انا كل اسبوع لما باجي بلاقي التطوير، لانه بيبص بعين محايده، يعني بعين محايده، فكل ما بيحس تطويره كمصري بيسعى بيه. فهو كان شايف ان احنا زي ما انا كنت بقول احسن من ناس كتيره قوي. احنا بندرس للعالم بنفس طيبه وبروح طيبه ان احنا ولاد البلد دي بنسلم ونستلم المهام بنفس الاخلاص. وانا في اي مكان بالاضافه لانه هيعزمني يعني الموضوع بيخلصني وانا مش هبقى سعيد